السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المجتبى المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. أيها الإخوة الأحبة الأفاضل، كما عهدتكم إن شاء الله تبارك وتعالى سأتكلم في أمر مهم، ولأهمية هذا الأمر هو أمر عظيم جدا. يعني البداية هي إغارة على العالم الإسلامي، هي حرب على الإسلام والمسلمين من الداخل والخارج، من كل مكان وفي كل زمان. هي حرب معلنة على الإسلام. وإذا ما جئنا وقلنا يا شباب الإسلام تعالوا، فأنتم الأعداء يترصدون بكم وبدينكم، ويريدون أن يغربوكم ويخرجوكم عن الدين ويحرروا المرأة تحت أي ستار باسم العلمانية اللادينية الليبرالية الشيوعية أي شيء موجود. الناس ما بتصدقش، الناس بتعتبرنا ان احنا شويه دراويش ونقول اي كلام وخلاص. يا اخوانا، هي حرب صليبيه على الاسلام والمسلمين، والناس لا تصدق. الناس عايزه تبقى نضحك عليهم، واللي يقعد يجيب لهم شويه افلام ومسلسلات ويهيصوا وخلاص. هي بقى مشكلتنا، احنا بنهرب وبنضع الرؤوس في الرمال كالنعام، ودي مشكله كبيره جدا. ويوم ما نقول يا دين وغيره، هي مشكله كبيره جدا خالص اللي بتقابلنا تاني، الا وهي ان احنا بنضحك برضه على نفسنا. ما نقدرش نواجه الحياه ما نقدرش نواجهها، ونبعد عنها وبنهرب وندي لنفسنا حقن مسكنات. زي كمثال حقن مسكنات يقول لك لعل وعسى المؤتمر مش عارف ده يجيب نتيجه، مفاوضات السلام تجيب نتيجه، غيرها تجيب نتيجه. انا هجيب لكم بالادله القاطعه انها حرب صليبيه على الاسلام والمسلمين، حرب اعداء يهود ونصارى، اعداء الاسلام بكل الملل والنحل، الكل ضد الدين، الكل مؤامرات. وبعض الناس الذين تربوا على موائد الغرب هم من بني جلدتنا، وهم أشد على الإسلام من غيره. أعطيكم مثال بسيط جدا خالص. الاحتلال ما خرجش كده يعني أونطة، خرج من وراه ناس، منهم من قال والله لن نتقدم أبدا إلا أن نضع القرآن تحت أقدامنا، وحكمت عليه المحكمة على فكرة المصرية بالردة. وقالوا ان زوجته لم تفصل عنه اللي هي بتقال فهي زانية، ولم تنفصل المرأة، وقالت عايزة ابقى جنب جوزي. وخرج الفن برضه، وخرج اللي اسمه كتاب، واحد زي طه حسين يقول لك والله القرآن فيه اخطاء عقائدية، اخطاء لغوية، وغيره. يجي لك واحد زي رفاعي الطهطاوي اللي بيجي يقول لك والله ده احنا عندنا هنا ان وجدت في الدستور الفرنسي ما لم اجده في الكتاب والسنة، وقال لا بأس والله ان ترقص المرأة على الطريقة الفرنسية، ان تضع يدك على خاصرة كذا، وهي يعني الاحضان الدافئة كده وانت بايه ترقص معها عادي. يعني خرج الاحتلال وترك ناس اشد على الاسلام منه. حينما خرجت المظاهرات الاسلامية كعادتها من الازهر في ثورة 19، قام هذا الهالك سعد زغلول. طبعا سعد زغلول ناس هتقول ازاي سعد زغلول؟ لا، سعد زغلول هو الرجل الذي خلع زوجته الحجاب سنة 23 وداس عليه بعد الثورة، وقال مضى عهد التخلف والرجوع الى الوراء. دي مشكلة. انا طبعا مش بتكلم في هؤلاء الناس اللي تغربوا، لا، ده انا بديك مقدمة لموضوع اخر ان شاء الله تبارك وتعالى، مع هؤلاء الزنادقة وهؤلاء المنحرفين الذين تركوا الدين وسعوا وراء الغرب، امثال قاسم امين وغيره وعلى مبارك. كل الناس دي كلها ان شاء الله تبارك وتعالى هم معنا ملفات نوضح للناس حقيقة هؤلاء القوم الذين باعوا المآذن والقرآن والدين بقطعة خبز بسيطة ببعض دنانير والدراهم وبعض الدولارات والعياذ بالله. طيب احنا لما نقول يا اخواننا ان هناك حرب صليبية على الاسلام والمسلمين، الناس ما بتصدقش. ليه الناس ما بتصدقش؟ خايفين يصدقوا. انا هجيب لكم وعهدي بيكم يا اخوانا ان انا ما بجيبش كلام كده الا بمصادره. كلام الناس، قيادات واعداء الغرب كله، سواء الغرب دي طبعا شاملة وكاملة، يعني الغير مسلمين كلهم بيقولوا يعني الاسلام وعايزين يعملوا في الاسلام والمسلمين. وان شاء الله واحكموا انتم بقى. انا مش عايز احكم، انا عايزكم انتوا تقولوا. تعالى بقى شوف المؤامرة جت ازاي. لويس التاسع لما اتأثر في ضرب بن لقمان في الحروب الصليبية، قال احنا حاربنا الناس دي كتير جدا جدا، طب مش عارفين نهزمهم، طب نهزمهم ازاي؟ وضع بعض الشروط وهم مشوا وراها. بيقول انه لا يمكن الانتصار على المسلمين من خلال حرب، وانما يمكن الانتصار عليهم بواسطة السياسة باتباع ما يلي. الراجل بيقول ايه بقى؟ واحد، اشاعة الفرقة بين قادة المسلمين، لابد من فرقة.
وإذا حدثت فليعمل على إيه؟ فليعمل على توسيع شقاتها ما أمكن حتى يكون هذا الخلاف عاملا في إضعاف المسلمين وهو الجاري طبعا. 2 عدم تمكين البلاد الإسلامية والعربية أن يقوم فيها حكم صالح، طبعا لابد يكون ديكتاتوريات وهجيب لكم طبعا بأقوالهم دلوقتي. 3 إفساد أنظمة الحكم في البلاد الإسلامية بالرشوة والفساد والنساء حتى تنفصل القاعدة عن القمة. 4 الحيلولة دون قيام جيش مؤمن بحق وطنه عليه يضحي في سبيل مبادئه. 5 العمل على الحيلولة دون قيام وحدة عربية في المنطقة، طبعا وحدة عربية يعني وحدة إسلامية، يعني الموضوع خلص. العمل على قيام دولة غربية في المنطقة اللي هي طبعا الصهاينة العربية تمتد ما بين غزة جنوبا أنطاكيا شمالا ثم تتجه شرقا وتمتد حتى تصل إلى الغرب. الناس دي خططوا وقدروا ينفذوا. شوف بقى الناس دي كانت بتقول ايه وحقدها الصهيوني والصليبي على الإسلام والمسلمين، وهي حرب صليبية مش موضوع بقى فتوحات وغيرها. لما نيجي نقول الناس يا اخوانا هي دي يقول لك لا ده في فتوحات، ده جاي يفتح. فاسكو دي جامع لما جه عمل اكتشف طريق رجاء الصالح وغيره، اول جملة قالها ايه؟ الان فوقنا رقبة الإسلام ولم يبق لنا الا جذب الحبل فيختنق ويموت. يعني القضية مش قضية غيرها. طيب اللورد كلومر لما كان في مصر بيقول ايه بقى؟ جئت الى مصر لنحو 3 القرآن والكعبة والازهر. الناس دي يعني لما كان بيجي شفت الحرب بتاعتهم لما كان يجي يغزو عندنا ويجي يحاربونا وكده، كان نشدهم يقولوا ايه؟ يا أمة أتمي صلاتك ولا تبكي بل اضحكي وتأملي، ألا تعلمين إن إيطاليا تدعوني وأنا ذاهب إلى طرابلس فرحا مسرورا لأبذل دمي لسحق الأمة الملعونة ولأحارب الديانة الإسلامية التي تجيز البنات الأبكار للسلطان، فأقتل بكل قوتي لأمحو القرآن. الناس دي حرب صليبية واضحة. الجنرال بيجو سكرتير حاكم الجزائر في الاحتلال الفرنسي بيقول ايه؟ إن أيام الإسلام قد دنت وفي خلال 20 سنة لن يكون للجزائر إله غير المسيح. يعني القضية مش قضية احتلال بس ولا موضوع ثروات ولا غيرها، لا القضية قضية ايه؟ قضية دين يا اخوانا والله. والناس دي بتحارب عن فكر عقائدي، يعني بيبقى منطلقهم منطلق عقائدي، مش احنا بقى منطلق يقول لك لا واحنا بندافع عن وطن ومندافع مش عارف عن ايه ومندافع عشان ايه. لا تعالى يا عم. كلاوس الامين العام للحلف الناتو بيقول لك ان العدو الذي يعمل الحلف لمواجهتي بعد سقوط الاتحاد السوفيتي هو يعمل حاجه بقى؟ قال لك هو الاسلام طبعا. هي عقيدتهم كده، يعني في التلمود لو انت قريت في العقيده بتاعتهم على لسان اله اسرائيل كما يدعون: من يرق دما لغير يهودي فقد قدم اسم القرابين الى الله. زيومر اكبر مبشر ومنصر في مصر والعالم العربي كله كان بيقول لك يجب على المبشرين ان يفسدوا الطلاب المسلمين. طيب روموند جويس بيقول لك ان اوضاع العالم الاسلامي مؤاتيه لنا باكثر من اي وقت مضى بسبب التمزقات والاضطرابات التي تسود. حتى الزعماء والناس اللي هي بتبقى زعماء وغيرهم والكلام ده كله، هم زعماء ماشي بس عندهم هم، انما احنا عندنا بيقتلونا وبيدبحونا. الناس اللي طالعه بيه غاندي وغيره والكلام ده كله. في الهند قال احدهم: لا يجب ان نسمح بقيام مساجد علنيه في الهند. مع ان احنا لو قرانا الدستور الهندي هنلاقيه بخلاف ذلك تماما. طيب سنة 31 بيقول ان اعداء الهندوس 3: ضعفهم والاسلام والمسيحية. هم نفسهم بيقولوا الكلام ده كان قدام مين؟ الراجل اللي هو غاندي. شوف بقى هي حرب صليبية ازاي. لما دخل الليمبي، طبعا الليمبي بالنون مش الليمبي اللي هو الممثل محمد سعد، بيقول ايه بقى؟ القدس، وقال عبارته الشهيرة: اليوم انتهت الحروب الصليبية. سموا الحرب الأخيرة هي حرب صليبية لأنها حربهم عليها كانت صليبية. موقف السياسة الإنجليزية أيضا لم يتغير، حيث هنأ لويد جورج وزير الخارجية البريطاني في البرلمان البريطاني لإحرازه النصر بيهنئ الليمبي في آخر حملة من الحروب الصليبية التي سماها لويد جورج الحرب الصليبية الثامنة. الجنرال جورج بيقول ايه عندما دخل دمشق؟ الجنرال جورو بيقول لك ايه؟ دخل دمشق توجه الى قبر سيدنا صلاح الدين الايوبي عند الجامع الاموي وضربه بقدمه وقال: ها قد عدنا يا صلاح. يعني الناس مش ناسيه طارها واحنا نايمين في العسل، مفيش مشكله طول ما قدامنا المسرحيات والافلام وجون ودخل وخرج والاجوان اشتغلت وعوضنا على الله.
مسيو بيدور وزير خارجية فرنسا بيقول عندما زاره بعض البرلمانيين الفرنسيين وطلبوا منه وضع حد للمعركة الدائرة في مراكش، أجابهم إنها معركة بين الهلال والصليب. شرشر عقب النكسة: لقد كان إخراج القدس من سيطرة الإسلام حلم المسيحيين على السواء، إلى أن قال: ولن تعود إلى المسلمين في أي مفاوضات مقبلة ما بين المسلمين واليهود. تجمهر الجنود حول حائط البراق اللي هو حائط المبكى، بيقولوا عليه هذا، وطبعا قعدوا بقى ايه بعد 67 هذا يوم بيوم خيبر، وقالوا حطوا المشمش على التفاح دين محمد والله وراح، وقالوا ان محمد مات خلف بنات. شفت ازاي؟ واحنا طبعا لسه برضو ايه تايهين مش واخدين بالنا. طبعا حصلت مظاهرات عشان الغرب، بس الغرب كله واحد، العداء كله واحد. في فرنسا حصلت مظاهرات عقب 67 ورفعوا شعار قاتلوا المسلمين. تبرع الفرنسيين اللي موجودين دلوقتي، تبرع الفرنسيون ب1000 مليون فرنك. ده الكلام ده امتى بقى؟ بعد 67 في خلال 4 ايام بس. وطبعوا بطاقات معالجات كتبوا عليها الصهاينة الذين يواصلون رسالة الصليبية الأوروبية في المنطقة، وهي محاربة الإسلام وتدمير المسلمين. واضح الناس دي واضحة أصلا في أعدائها، ما بيلعبوش. إنما احنا ممكن نضحك على بعض كتير جدا، واللي يضحك علينا وبنحب اللي يضحك علينا كتير جدا. لورانس براون بيقول لك ايه؟ ان الاسلام هو الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الاوروبي. جلادستون هذا المجرم رئيس وزراء بريطانيا بيقول لك: ما دام هذا القرآن في ايدي المسلمين فلن تستطيع اوروبا السيطرة على الشرق. والحاكم الفرنسي في الجزائر: اننا لن ننتصر على الجزائريين ما داموا يقرؤون القرآن ويتكلمون العربية، فيجب ان نزيل القرآن من وجودهم ونقتلع اللسان العربي من ألسنتهم. انا طبعا هقول لكم هم عملوا ايه بعد كده. يعني طبعا في الجزائر سنة 38 حرموا اللغة العربية وغيرها، وجهلوا شعب ليبيا في الاحتلال الايطالي، وهكذا. كل لهم سياسة في كل مكان، في كل دولة يروحوها. رئيس الحزب الشيوعي في الأوزبكستان بيقول: من المستحيل تثبيت الشيوعية قبل سحق الإسلام نهائيا. هيسحق الإسلام. واحد من المنصرين بيقول لك ان القوى الكامنة في الإسلام هي التي وقفت سدا ذريعا في وجه انتشار المسيحية، وهي التي أخضعت البلاد التي كانت خاضعة للنصرانية. أشعياء بومان بيقول لك في مقالة نشرها بيقول لك: لم يتفق قط أن شعبا مسيحيا دخل في الإسلام. معروف جدا خالص، مفيش شعب مسيحي دخل في الإسلام ثم عاد إلى النصرانية زي الشعب المصري كده. ويرون أن الإسلام هو الخطر الوحيد أمام استقرار الصهيونية وإسرائيل. بن غوريون أو رئيس وزراء طبعا إسرائيلي: إن أخشى ما أخشاه أن يظهر في العالم العربي محمد جديد، وبفضل الله تبارك وتعالى إن أمة محمد ولادة. أمة محمد احنا قاعدين لكم بفضل الله تعالى. جيل صلاح الدين سيأتي، جيل خالد بن الوليد، جيل عمر بن الخطاب، هذه الأجيال العظيمة بفضل الله تبارك وتعالى. اسحاق رابين بعد فوز كارتر في الانتخابات قال بقى ان كارتر ده كان السيس اللي هو بتاع بقى كامب ديفيد ومش كامب ديفيد وغيره. ما هي اصلا سلسلة ومنورة وبنصوب السلك علينا. ان مشكلة الشعب اليهودي هي ان الدين الاسلامي ما زال في دور العدوان والتوسع، الى ان قال: وان وقتا طويلا سيمضي قبل ان الاسلام قبل يضع الاسلام سيفه. لورانس براون قال: كان قادتنا يخوفوننا بشعوب مختلفة، لكننا بعد الاختبار لم نجد مبرر لمثل تلك المخاوف. كانوا يخوفوننا بالخطر اليهودي والخطر الياباني الأصفر والخطر البلشفي، ولكن تبين أن اليهود هم أصدقاؤنا والبلاشفة الشيوعيون حلفاؤنا. أما اليابانيون فإن هناك دولا ديمقراطية كبيرة تتكفل بمقاومتهم، لكننا وجدنا أن الخطر الحقيقي علينا موجود في الإسلام وفي قدرته على التوسع والإخضاع في حيويته المدهشة. جلادستون بيقول تاني: ما دام هذا القرآن موجودا في أيدي المسلمين فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق ولا أن تكون هي نفسها في أمان. أحد المستشرقين بيقول إن القوة التي تكمن في الإسلام هي التي تخيف أوروبا، مع أنهم والله عاشوا في عصرنا أفضل العصور وأذى العصور. والله هؤلاء القوم نكير بالجميل. بيقول لك أحد إن المسلم قد استيقظ وأخذ يصرخ: ها أنا ذا، إنني لم أمت ولم أقبل بعد اليوم أن أكون أداة تسيرها العواصم الكبرى ومخابراتها. أشعياء بومان بيقول لك إن شيئا من الخوف يجب أن يسيطر عليه على العالم الغربي من الإسلام، منها أن الإسلام منذ ظهر في مكة لم يضعف عديدا،
عددا، بل إن أتباعه يزدادون باستمرار. من أسباب الخوف هذا الدين، أسباب الخوف من هذا الدين من أركانه، أن أركانه طبعا إيه؟ الجهاد. أنطوني ناتينج بيقول لك منذ أن جمع محمد على النبي صلى الله عليه وسلم أنصاره في مطلع القرن السابع الميلادي وبدأ أول خطوات الانتشار الإسلامي، فإن على العالم الغربي أن يحسب حساب الإسلام كقوة دائمة وصلبة. وقالوا إن الخطر الحقيقي على حضارتنا هو الذي يكمن أن يحدثه المسلمون حين يغيرون نظام العالم. ده طبعا سلازار هذا المجرم الدكتاتوري. توينبي إن الوحدة الإسلامية نائمة، لكن يجب أن نضع في حسابنا أن النائم قد يستيقظ. اجتمع الفاتيكان سنة 65 بعد أن برأوا طبعا اليهود من دماء سيدنا المسيح كما يدعون أنه إيه، فالأول قاعد يقول لك أنه اتصلب وغيره، وخططوا لثلاثة أشياء رئيسية والتنفيذ يتم الآن ناو في ساعتها، خلص الموضوع. وهذه الأشياء هي اقتلاع اليسار واقتلاع الإسلام وتنصير العالم. لورانس العرب في تقرير سري في سياسة مكة بيقول لك إيه، الذي رفعه المخابرات البريطانية سنة 16، بيقول أهدافنا الرئيسية، قول يا عم الحاج: تفكير الوحدة الإسلامية ودحر الإمبراطورية العثمانية وتدميرها، وإذا عرفنا كيف نعامل من العرب وهم الأقل وعيا للاستقرار من الأتراك فسيبقون في دوامة الفوضى السياسية داخل دويلات صغيرة حاقدة ومتنافرة غير قابلة للتناصر. وده اللي بيحصل بالضبط، بيحطوا لك في كل حتة الاحتلال مشكلة، بيننا وبين السودان مشكلة، بيننا وبين ليبيا مشكلة، بين المغرب وتلاقي الصحراء الغربية بين المغرب والجزائر، في كل مكان هتلاقي حاجة، اثيوبيا والصومال هتلاقي مشكلة تانية، في كل مكان هتلاقي، يعني بين العراق والكويت قال لك ان دي المحافظة 25، هتلاقي بين الامارات وايران طنب الصغرى طنب الكبرى وابو موسى، بين قطر والبحرين هتلاقي اللي هي بتاع الصغيرة الجزيرة الصغيرة دي، في كل مكان حطيت لك كده ايه مسمار جوحة ومشكلة كبيرة ويفجرها لك في اي وقت، زي مشكلة بقى شوية العيال اللي هم الاقباط الباجر اللي بتنططوا عليها ويقول لك يا حماية دولية وغيرها عشان الموجودين في مصر وكده، وبعدين امريكا مش تنفعهم يعني، وده الواضح. طب تيجي نقول نرجع لموضوعنا. بن جوريون بيقول لك نحن لا نخشى الاشتراكية، ما بيخافش من الاشتراكية ولا القوميات ولا الديمقراطيات في المنطقة، نحن فقط نخشى. طب تخشى يا عم بن جوريون؟ قال لك نخشى الإسلام، وهذا المارد نام طويلا وبدأ يتململ من جديد. سبحانك يا رب والله العظيم، وبالأقسم بالله الذي لا إله غيره، أنا أشبه هذا المارد الإسلامي بحاجة جميلة جدا. زمان واحنا صغار يمكن في آخر السبعينات كده أول الثمانينات، شفت كان في قصة بيقولنا ان ناس ضل بهم الطريق فمش لاقيين اي مكان يروحوا فيه، فهم في قلب مركب فلقوا جزيرة من بعيد، ودخلوا على الجزيرة دي وبدأوا يجمعوا من الحطب اللي معاهم الخشب وعايزين يولعوا ايه عشان يشووا السمك ويتدفوا ويقعدوا. فجأة لقوا ان في اهتزاز كبير جدا على الجزيرة وزلزال، فجأة لقوا محيط كبير ضخم قام قلب الدنيا بيهم. هو ده الإسلام. هو الناس تظن ان هو ميت، تظن ان هو ايه نايم، بس ما بيصحاش الا بالايه، الا بالحديد والنار. هي دي بقى غلطتهم بقى، بيحسبوا لما يسجنونا ويبعدونا عن الاسلام ويجوعونا ويخربوا بيوتنا والله نحن نتقرب الى الله تبارك وتعالى، اقسم بالله الذي لا اله غيره. يعني لما كنا في السجون والمعتقلات، يعني قبل ما ندخل السجون كان الواحد لسه ما جابش يعني حاجه و20 سنه، يعني انا داخل 21 سنه الا كام شهر، كان القضية مش مستوفية لهذه الدرجة. ولما دخلنا السجون ووجدنا ان العداء الناس دي للإسلام والمسلمين، وكانوا يصرفوا ازاي على السجون ويبعتوا فلوس من بره عشان ندخل السجون ونتعذب، والله كانوا يبثون على كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وكانوا بيقطعوه وبيحرقوه، وكانوا يسبوا الله ليل نهار كده جهارا نهارا. المشكلة مش في تعذيبنا وغيره، القضية قضية دين. طب نرجع تاني، بيقول لك احد المبشرين بيقول لك ايه بقى عشان تعرف، كأس وغانية يفعلان بالأمة المحمدية ما لم يفعله 1000 مدفع ودبابة فأغرقوها، أي أمة محمد يعني، أغرقوها في حب المادة والشهوات. هذا ما يحدث، الشباب كله ضايع، مش عارف قضيته، مش فاهم حاجة، كل همه دلوقتي يحطوا له شوية جل على شعره، ماشي في الشارع ما يعرفش ايه يعني ايه مخططات ماسونيه صهيونيه صليبيه غيرها، مش عارف ان العالم دي والله يقسم لكم بالله وقع في يدي الكتاب ده كان في اظن كان عندي 9 سنوات، يعني كنت بحب اقرا
فحصل لي ان انا شعري كان وقف ساعتها لما وجدت ان عباد الصليب في مصر كانوا يخططون ان سنة 2000 يريدون ان يجعلوا من مصر 3 مناطق. قلت سبحانك يا رب، ولكن هيهات هيهات، لقد استقوا علينا بالدنيا كلها هؤلاء واستأسدوا علينا، ونحن نستقوى عليهم بالله تبارك وتعالى. من أجل ذلك نجد أن الرويج للفساد والدعارة طبعا قعدوا الترويج للفساد والدعارة موجودة على طول. حكام ريتشارون يقول شعبنا محافظ مؤمن، ولكن علينا أن نشجع الانحلال في المجتمعات غير اليهودية فيعم الكفر والفساد وتضعف الروابط المتينة التي تعتبر أهم مقومات الشعوب، فيسهل علينا السيطرة عليها وتوجيهها كيفما نريد. كيسنجر هو ثعلب السياسة بيقول إن أمريكا ليس لها حيال الوطن العربي حينما تراه هادئا إلا تفجير مشكلة جديدة ينشغل بها عن مستقبله وطموحاته. طبعا يعني الكلام ده ما جبتوش من عندي، ده كلامهم هم. شمعون بيريز بيقول إنه لا يمكن أن يتحقق السلام في المنطقة ما دام الإسلام شاهرا سيفا. طب إيه يا عم الحاج عايز يقول إيه؟ ولن نطمئن على مستقبلنا حتى يغمد الإسلام سيفه الأبد، ولن يغمد الإسلام سيفه أيها الشمعون بريز أنت ومن معك، ولا يزب بفضل الله تبارك وتعالى إن الله ناصرنا وإن شاء الله. وسأفرد لكم حلقة إن بفضل الله تبارك وتعالى قد استيقظ المارد. بقول لك لقد فرح جبرائيل هانوتو وزير خارجية فرنسا حينما انحل رباط تونس الشديد بالبلاد الإسلامية وتفلتت روابطه مع مكة ومع ماضيه الإسلامي حين فرض عليه الفرنسيون فصل السلطة الدينية عن السلطة السياسية. بيقول لك إن المسلمين يدعون أن في الإسلام ما يلبي كل حاجة اجتماعية في البشر، فعلينا نحن المبشرين، ده كلامهم هم، أن نقاوم الإسلام بالأسلحة الفكرية والروحية. هم بيحاربوا الإسلام بكل طريقة، يعني مرة يحاربونا بقى فيها بالحديد ومرة يحاربونا بالحرير. وعلى فكرة إن الحرير أشد علينا من الحديد، لما ياخدوا ناس بره وبتاع ويربوهم على ايديهم وكده ويلمعوهم تحس ان هم العالم دي ظهرت ويدوهم شويه فلوس وغيرها، اشد علينا لما يجي يقتلونا. القتال ده عادي يعني بيبقى باينه واضحه. يعني الشيخ عبد الحميد كيش كان بيحكي لنا واحنا اطفال، بيقول احد اصدقائه كان جاي منين؟ من بره، فبيقول لبعض الاخوه احنا يا اخوانا رايحين هنزور فلان الفلاني، هنجيبه يعني نستقبله في المطار، بقالنا فتره ما شفناهوش. اول كلمه قالها لهم الراجل اول ما هو في مطار القاهره بيقول لهم يا اخوانا في 3 حاجات انا مش مؤمن بيهم مش هتكلم فيهم. الشيخ عبد الحميد قال يمكن عشان خاطر موضوع السياسه ولا حاجه، الراجل خايف من السجون ولا قال له في 3 حاجات انا مش مؤمن بيها. فالشيخ عبد الحميد كشك بيقول له طب ايه يا ابني اللي انت مش مؤمن بيه؟ قال له الله والصلاه ويوم القيامه. شفت ازاي؟ يعني حرب واضحة. الراجل رايح كويس ملتزم، رجع من زي قاسم امين برضه لما راح ورجع طبعا تعبان، جرد المرأة من كل شيء. على فكرة اول نسخة نزلت يسموها تجريد المرأة مش تحرير المرأة على فكرة لقاسم امين، وبالفعل كان تجريد والمرأة بتجري عادي ما تعرفش. ان شاء الله تعالى يعني سأفرد درس خاص بقضية تحرير المرأة والهجمة على المرأة المسلمة. هانوتو وزير خارجية فرنسا بيقول ان الخطر لا يزال موجودا في افكار المقهورين الذين اتعبتهم النكبات التي انزلناها بهم، لكنها لم تصبت من عزائمهم. بفضل الله لم تصبت يا رجل من عزائمهم، ونحن اسود بفضل الله تبارك وتعالى، لا سجون ولا غيرها ولا كده. سلازار دكتور البرتغال بيقول لك بقى السابق ان يظهر اخشى ان يظهر من بينهم رجل يوجه خلافتهم الينا. خايف ان الاسلام في طريقه الى العودة الى العالم، دمروهم قبل ان يكسروا قمقمهم. يعني هم بيقول لك دمروهم قبل ان يكسروا القمقم بتاعهم. بيقول لك المسلمون قادمون. طيب سفير سولانا، هنيجي بقى الوضع اللي احنا فيه دلوقتي عشان ما حدش يقول لك والله انت بتتكلم عن زمان بس. بعد سقوط الاتحاد الاوروبي بيقول لك بعد انتهاء الحرب البارده وسقوط العدو الاحمر يجب على دول حلف شمال الاطلسي ودول أوروبا جميعا أن تتناسى خلافتها فيما بينها وترفع أنظارها من على أقدامها لتنظر إلى الأمام لتبصر عدوا متربصا بها. يجب أن تتحد بمواجهته وهو الأصولية الإسلامية. ده خبير سولانا يا إخواننا والله ما تخافوش، الراجل اللي كان بيجي لنا هنا وبيزور وبيلف الدول العربية عادي. إن العدو الرئيسي هو الشريحة الأصولية، ده هم اللي بيقولوا
الناشطة في الإسلام التي تريد في آن واحد قلب المجتمعات الإسلامية المعتدلة وكل المجتمعات الأخرى التي تعتبرها عائقا أمام إقامة الخلافة. ده مين ده بقى؟ هنري كيسنجر. بقول لك رئيس القوات الأمريكية المسلحة الأمريكية ريتشارد كان بيقول لي طبعا اهو راجل اهو، القضية مش قضية لا بترول ولا قضية مشكلة ان ياخدوا ثرواتنا ولا قضية ان هم يجي يحرروا الكويت ولا غيرها. موضوع الكويت ده تمثيلية قديمة عشان ما حدش يضحك عليه. بيقول لك اثناء شهادته امام لجنة شؤون القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، الكلام ده ايه للراجل اهو، ما جبتش حاجة من عندنا، ما بنفتريش على حد. بيقول ان الارهابيين في العراق يريدون اقامة خلافة اسلامية والعودة الى الايه القرن السابع. هم اللي عايزينهم، يعني هم بيحاربوا الاسلام نفسه. وزير الداخلية البريطاني تشارلز كلارك سنة 2005 في 16 بيقول ايه بقى 2005: لا يمكن ان تكون مفاوضات حول اعادة دولة الخلافة ولا مجال للنقاش حول تطبيق الشريعة الاسلامية. يا خبر ابيض. فاهمين يا اخوانا؟ عايزين ينشروا عندنا الفساد، الدعارة وقلة الادب، لان هو ده اصلا في فكرهم وده عقيدتهم. يعني احنا لو بصينا في البروتوكولات لحكماء صهيون سفراء صهيون، البروتوكول بيقول لك تدمير القيم الاصيله في المجتمعات البشريه وتحطيم قواعد الاخلاق الراسخه التي حمت التمسك البشري من الفوضى والانهيار. الناس دي يا اخوانا بتحاربنا عن عقيده وعن دين وعن فهم وعن درايه. الناس دي مش جاهله. يعني نابليون لما كان جاي معاه وعايزين يضيعونا كويس وضيعونا جامد قوي قوي قوي، واحنا اللي بنسعى عليهم. ده هم بس بيورونا الطريق واحنا اللي بنجري كمسلمين. مش عايز اقول ايه ده، جهل ولا علم، واحنا بنضحك على نفسنا وبنحب اللي يضحك علينا ونبقى فرحانين قوي انه فلان ضحك علينا. تعالى يا سيدي، نابليون هو جاي معاه سفينه مليانه من الحريم غنيان، جايبهم من بره. قالوا له ازاي انت راجل يعني عسكري قديم، راجل يعني جنرال جامد يعني في عسكري وسياسي وكل شيء، ايه اللي يخليك تجيب النسوان دي؟ قال ان تلكم النساء، يعني معنى الجمله يعني مش فاكرها قوي، تفعل باعدائي، طبعا يقصد المسلمين، اكثر مما يفعله كل الجنود التي معي. يا الله، راجل عارف من اين تؤكل كتف. هم عارفين ان سلاحهم قصادنا ان هم ازاي يغرونا بالدنيا والنساء وغيرها وغيرها وغيرها. يعني عارفين يا اخوانا، انتوا لما جينا حصل مشكلة الاندلس، لما كانوا عايزين يرجعوا تاني وياخدوا الاندلس مننا وتبقى اسبانيا، بعتوا احد القساوسة عشان بس يجس نبضهم، نبض المسلمين. فوجد طفل صغير بيبكي، قال له بتبكي ليه يا ابني؟ قال له والله ان زملاتي كلهم اصحابي كلهم بيصطادوا الطير، يعني الحمام في السماء ولا الحاجة اللي في السماء طايره، من مرة واحدة وانا بصلها مرتين. فرجع وقال النصارى ايه، ارجعوا، مش معقول ملكوش اقامة بين الناس دي، لابد ان نفسدهم الاول. سلطوا عليهم النساء وغيرهم والاغاني والفسق والدعارة وقلة الادب والمجون، والناس بقى عايشة حد كده، مش عايزين حد يصحينا، مش عايزين حد يقول ده الكلام ده غلط. طب احنا هنعمل ايه لما نعرف؟ الناس مش عايزة، نفس الكلام اللي بيقولوه دلوقتي والناس مش مصدقه، وهتفوق انت الناس مش عارفين. وده الكلام اللي قلناه في الثمانينات، في اخر الثمانينات واول التسعينات. يا اخوانا الخطر موجود، وحسن مبارك بيبيع البلد وبيدمر و طلعنا ارهابيين واولاد 60 كلب ومخطئين واحنا اللي غلطانين وان احنا اصلا كذا وكذا. ما صدقوناش الناس وكانوا بيرمونا بالارهاب. وبعد كده حصل ايه بقى؟ ودخلنا السجون، قعدنا اكثر من 10 سنين، يعني 11 سنه في التعذيب وده كله. في الاخر خلص الناس فات في 2011 واحنا بقالنا اكثر من 20 سنه بالنادي. يا اخوانا هذا راجل عميل وبيبيع البلد. الناس مش عايزه تصدق لانها بتحب اللي يضحك عليهم، احنا بنحب كده. المهم راجل القسيس ده بعد 20 سنه رجع نفس القسيس، لقى راجل عجوز بيعيط على مشارف البلد الاندلس. قال له بتعيط ليه؟ قال له محبوبتي لم تأتي بعد. فقال لهم اقبلوا تعالوا هنيئا لكم اي عباد الصليب، هنيئا لكم يا نصارى العالم، هنيئا لكم بالاندلس اصبحت اسبانيا. ليه؟ لان الراجل بيعيط. بتعيط ليه يا شملول؟ على البت ما جاتلوش. ما هم دول عايزين اصحاب الرياض الحمر، عايزين للنهار. يبقى احنا اصلا في تكتكع، الشباب صايع وضايع، مش عارف حاجه، مش عارف قضيته. والله اقسم لكم بالله الناس لا تعرف ما هي قضيتها، لا يعرفون على الاسلام الا اسمه ولا على القران الا ايه؟ الا رسمه. الناس مش فاهمه حاجه في اي حاجه، ومش عايزه تفهم. هي عايزه كده، هي عايزه كده، هي راضيه بكده. هو في ان شاء الله فضل تبارك صحوه اسلاميه والمارد الاسلامي بيصحى، بس برضه ناس كثيره جدا جدا مش عايزه اللي يفوقهم. بيقول لك لا احنا راضيين باللي بيحصل لنا،
احنا راضيين بالوضع الحالي. طب راضي ازاي يا ابني بالوضع الحالي والاعداء اللي عمالين ينكروا لك ليل نهار وقاعدين لك وانت ساكت كده؟ مش عايز تقول لا؟ مش عايز كلمة لا حتى تقولها؟ يعني والمذابح للمسلم والمسلمين في كل مكان. نقول ايه بقى؟ طيب ان شاء الله تبارك وتعالى ماشي. انا هنتكلم ان شاء الله تبارك وتعالى قضية تحرير المرأة والمؤامرة على المرأة السلمة. الأعداء طبعا هي قضية التغريب في كل شيء، التغريب في الفن وعداء النصارى واليهود علينا والماسونيين وغيرهم والعلمانيين والليبراليين وغيرهم أصلا على الإسلام. وطبعا احنا خلصنا صفحة كبيرة جدا جدا، عشرات الحلقات في الفن المصري موجودة يعني. هنتكلم ان شاء الله تعالى التغريب في التعليم بعد كده ان شاء الله تبارك وتعالى، تغريب المرأة، تغريب المجتمعات ان شاء الله تبارك وتعالى. ولنا حلقة ان شاء الله تبارك وتعالى هنكملها عشان طبعا العصر على وشك. نتكلم في قضية اللي هي ايه، قارة الغرب يقولون دمروا الاسلام ابيدوا اهله، او الغير على العالم الاسلامي، واقوال الاعداء سواء الحاضر منهم او القديم موجودين، حتى قيادات العسكريين وغيرهم وغير ذلك. والله المستعان، والله اسال ان يوفقنا لما يحب ويرضى. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.